أهلا بكم في مقابلة جديدة مع قناة الاضطراب في كبسولة. مقابلتنا النهاردة مع فاطمة اللي بتعاني من الانفصال العاطفي. فاطمة بنت كان عندها 24 سنة، شابة هادية، حياتها كانت ماشية بشكل طبيعي من بره، لكن من جوه كانت حاجة تانية خالص. طول عمرها كانت بتحس إنها مختلفة عن اللي حواليها. أصحابها بيفرحوا ويتحمسوا لأي حاجة جديدة، يزعلوا لما يحصل حاجة وحشة، لكن هي ما بتحسش بأي حاجة. حتى لما صاحبتها اللي كانت قريبة منها جدا اتخطبت، كل الناس اللي حوالين فاطمة كانوا بيعيطوا من الفرح، وهي كانت واقفة تبتسم ابتسامة ميتة كده من غير ما تحس بأي حاجة جواها. حتى لما أبوها تعب ودخل المستشفى، وقفت جنبه، شافته كان بيتقلب وكان بيتوجع طبعا من الوجع، لكن هي ما نزلتش حتى دمعة واحدة. مش لأنها قوية ولا إنها ما بتحبوش، لا، هي من جواها مش قادرة تحس بأي مشاعر. فاطمة كانت بتحاول تخبي الإحساس ده، كانت بتقول لنفسها يمكن أنا مش مركزة، يمكن عادي. لكن الصدمة الكبيرة حصلت لما خطيبها أحمد قال لها احنا لازم نبعد عن بعض. انا مش حاسس انك بتبادليني نفس المشاعر، او مش بحس ان انت بتحس بحب ولا باهتمام ولا حتى بمشاعر الحزن. الكلام ده كان زي خنجر في قلبها، بس مع كده هي ما بكتش او ما حستش بحاجة. فاطمة ما قدرتش تكمل كده، كانت عارفة ان في حاجة غلط. راحت لدكتور نفسي وحكت له كل حاجة. قال لها انت عندك حاجة اسمها اضطراب التبلد العاطفي او الانفصال العاطفي، وده معناه انك قطعت اتصالك بمشاعرك نتيجة صدمات او تجارب صعبة مريتي بيها. الدكتور بدأ يسألها عن طفولتها وذكرياتها، وهنا بدأت فاطمة تفتكر. بدأت تفتكر لما كانت صغيرة وتشوف أبوها وأمها لما كانوا بيتخانقوا كل يوم، وبدأت تفتكر لما كانت بتعيط وأمها تقعد تقول لها كفاية عياط، انت قوية. وافتكرت برضه لما جدتها ماتت ومحدش ساعدها تفهم ازاي تتعامل مع الحزن ده. كل ده خلاها تتعلم تكتم مشاعرها بدل ما تعبر عنها. كبرت وهي فاكرة ان التعبير عن المشاعر ضعف. وفي بداية رحلة العلاج، الدكتور قال لها إن التعافي مش هيحصل في يوم وليلة، لكن محتاج شغل على نفسها كتير. بدأت ده تكتب كل يوم عن مشاعرها، حتى لو مش حاسة بحاجة تكتب ده. ومع الوقت بدأت تلاحظ فعلا إنها عندها مشاعر، لكن كانت مدفونة. بدأت بقى تواجه المواقف العاطفية اللي كانت بتواجهها، زي مثلا إن هي لما أبوها تعب تاني حاولت تقعد معاه وتسمع وتسيب نفسها تحس بالحزن والخوف عليه. وكمان لما صاحبتها ولدت راحت تزورها وحست بالفرحة لأول مرة من قلبها، وبدأت تتواصل مع نفسها. كانت كل يوم تقعد تقول مع نفسها هو أنا حاسة بإيه النهاردة. ومع الوقت بدأت تعرف تفرق بين المشاعر، تحس بالخوف والفرح والحزن. بدأت تحس إنها إنسانة تانية في عالم مختلف. وبعد شهور من العلاج، فاطمة بقت أخيرا أحسن بكتير. بقت تقدر تعبر عن اللي جواها وتواجه مشاعرها بدل ما تهرب منها. وقالت في آخر جلسة ليها مع الدكتور بتاعها إنها اكتشفت إن مشكلتها كانت فاكرة إن المشاعر ضعف، لكن الحقيقة إن التعبير عنها هو اللي بيخليني أقوى. وفي النهاية خلينا عارفين إن التبلد أو الانفصال العاطفي مش قسوة ولا قوة، هو حالة نفسية ممكن تحصل لأي حد نتيجة كبت المشاعر لفترات طويلة. لكن الحل موجود من خلال العلاج النفسي والدعم من الناس اللي بيحبوه والتواصل مع نفسك. هي جواك المشاعر، مستنية اللحظة اللي تبدأ تدور عليها بجد. المشاعر مش بتختفي. وبكده نكون وصلنا لنهاية مقابلتنا، ورب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم معنا.